أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي. والنهاردة هنتكلم عن حاجة لطيفة جدا، ألا وهي العرق الأحمر. غريب مش كده؟ فرس النهر بيعرق لون أحمر. العرق بتاعه مش شفاف زي البشر، ده بيعرق لون أحمر. كلنا عارفين إن فرس النهر بيقضي فترات طويلة جدا في المية علشان جسمه الضخم ما يتعرضش للسخونة الزايدة، بس لما بيطلع بره المية بشرته بتبقى معرضة للجفاف والشمس القوية. وهنا بيجي دور الإفراز العجيب بتاعه، الإفراز الأحمر، بلاد سويت. مش عرق بالمعنى المعروف لأن الفرس مش عنده غدد عرقية أصلا زي البني آدمين، ده إفراز بيخرج من غدد خاصة تحت الجلد. لون الإفراز في الأول بيكون شفاف وبعدين بيتحول لأحمر مائل للبرتقالي، وفي بعض الأحيان بيبقى بني مع الأكسدة. غريب مش كده؟ ومش بس كده، ده ليه فوائد كتيرة جدا. واقي من الشمس، بيشتغل زي الصن بلوك طبيعي، بيحمي الجلد من الأشعة الفوق بنفسجية، وكمان مضاد للبكتيريا، بيساعد في الوقاية من العدوى والجروح. علشان كده جروح فرس النهر نادرا ما بتلتهب، بالرغم من ان هما ساعات بيتخانقوا بعنف.